اهلا وسهلا بكم بالحلقه الثالثه من برنامج المختبر. الوظيفه هي مساهمه او دور الفرد في المجتمع من خلال شغل او نشاط غالبا ما يكون منتظما وغالبا يقدم مقابل الحصول على دفعات ماليه من اجل المعيشه، ويسمى ذلك المقابل اجرا ماليا او راتبا. هاي التعريف العام بالعراقي، ومن وجهه نظر نبع الحنيه الحجيه الله يحفظها، فالوظيفه هي مستقبلك، ذراعك اللي يبني، الحايط بتتشي عليه، الضمان، هاي المواصفات مو مال وظيفه، هاي مال اخوي الزين والكلف والمال. وهاي الفكره ترسخت وعشعشت بين شبابنا وخلتهم يعتقدون ان الوظيفه هي الطموح واخر الامال واهمها، وبما ان الاسره هي جزء من المجتمع فجزء كبير منه صار ينظر الى الوظيفه على انه هي الاولويه، بحيث اللي يتقدم على مره حتى يخطبها لو عاهات الدنيا كلها بيه، بس موظف عادي. يابا الرجال ما يؤمن بحريه المراه، طالع من الطريق موظف اوكي نسمع هلهوله نشرب شربه صراحه مشوها، وبالعكس البنيه اذا موظفه هذا يعتبر اوبشن اضافي الى اخلاقها وجمالها، بحيث الشباب الجديد قاموا يخيلون على البنيه الموظفه، لك هذا شلون قسم هذا فدوه روح للشعبه القانونيه. وهذا الموضوع قديم كلش، واللي ما يصدق فاكو بيت شعري ما ادري مثل قديم كلش يقول الدهر لو وازاك خذ لك معلم، هم راتب يكفيك وابنك تعلمه. منتهى البراغماتيه صراحه. القفله المو حلوه شنو؟ انه الشباب تدق وتلطم على التعيين، ما يخلي برنامج انساني، ما يخلي قناه فضائيه، مظاهرات، اعتصامات، دخانيات، عينوني، شغلوني، تعيين، ومن يتعين يقضيها يسخت وما يداوم ويطلع من وقت وياخذ جايزه طويله ام ال5 سنوات ويتحول الى شخص غير منتج، حاله حال اغلب الموظفين. طبعا المشكله وين؟ وشنو سببها؟ الحكومه. نعم الحكومه اللي اهملت القطاع الخاص وما تركز عليه، وقانون العمل غير مفعل وغير معمول به باغلب الشركات الخاصه، وتوقع بنفس الخطا، تعين وترجع لي ورا، ترهق ميزانيه الدوله بدل ما تسوي مشاريع، تصرف فلوس، واردات النفط، رواتب. يمكن راح نوصل لمرحله العراق كله موظفين، بحيث ما يحتاج تروح تراجع على مود معاملتك، انت نفسك الموظف او بالمعامله، انت تمشي روحك بروح. بغداد كلها يمكن راح تصير منطقه واحده ونسميها حي الموظفين. العراقيين حاليا 40 مليون، اكثر من 37% منهم موظفين عدا المتقاعدين والمشمولين بالرعايه الاجتماعيه، يعني نص الشعب متوظف والنص الشعب الثاني مفتح اسواق. الوظيفه مقبره، فعلا مقبره. طبعا مو اي وظيفه، اذا مستشار برئاسه الوزراء هاي مو مقبره، هاي المقبره اللي انا اتمنى اندفن بيها، مقبره نموذجيه هاي طبعا. شلون الوظيفه مقبره؟ لان يجي الشاب بعده نشط وبحيله وياكل الحديد، بس يتعين يبدي يضمحل تدريجيا، الشيب يطلع بهاي المنطقه اللي منها هاي اللي فوق الزلف بشويه، اذا ضعيف يبدي يكرش، واذا سمين يضعف، يبدي يساقط شعره ويسوي عمليه زراعه شعر بايران، خشمه يكبر يسوي عمليه تجميل خشم بلبنان. مو بس شعره، كل شيء يبدي يتساقط عنده، حتى سلوكياته ومبادئه. يصير اكبر طموح عنده يلحق على ابو الفرن اللي يم الدائره حتى يجيب صمون ب 500 مقسب تو طالع من الفرن، وما يشد العلاقه حتى لا يعجن، ويجيب وياه جبن مثلثات، ولازم يتذكر العلبه مال الجبن اللي جابها الاسبوع اللي راح خلصت لو بعدها، لان اذا ما خلصانه وجابها شيء خلصه من 6 اشواق ام القانونيه اللي راح تاكل راسه. والنقاش الصباح راح يصير عباره عن لوم، ليش جبت جبن؟ مو احنا عدنا من ذاك الاسبوع لا يروح يخرب يا معود. وتصير اكبر مشاكله ويا ساجد ابو البصمه اللي اخذ الغلايه ورجع الهيامه مغسوله، ناهيك عن المديره ونكاته السخيفه اللي تنجبر تضحك عليها لدرجه مرات يصير عندك شد عضلي بالابتسامه. حتى اختم الحكي، ترى اغلب رجال الاعمال والتجار هم ناس تركوا الوظيفه واتجهوا للقطاع الخاص، اتجه للقطاع الخاص. يمكن دردمت هوايه، لهنا كافي، نشوفكم ورا الفاصل. اهلا وسهلا بكم مرة ثانية بالحلقة الثالثة من برنامج المختبر، ثالث أهم نصف ساعة أقدمها بحياتي. بهالمناسبة أيضا حاب أقول سي. شفت الجول اللي من بعد 35 كيلومتر؟ يعني ما شاء الله. بهالمناسبة طبعا مخرجنا موسى جاب لنا فد مجموعة تعليقات على الحلقات السابقة، تعليقات إن شاء الله إيجابية. طبعا هو موسى يعرف يختار، أنا أثق بذوقه. محمد يقول الإعلام يوجه إلى خلق البلبلة والقلق في نفوس المواطنين ويخلق حالة من اليلس. والله يا أبو جاسم، اللي يخلق حالة من اليلس هو إملاءك. عندنا أبو سجاد يقول شو تقديمك فاشل وفطير. والله أبو سجاد شوف هاي الحلقة بلكي تعجبك، والله شوف يعني بلكي تطورنا، يعني شوف الحلقات الجاية همينة بلكي تسوي فد شيء يعجبك. احنا بالنهاية غايتنا نعجبك أبو سجاد وكل المشاهدين. أحمد الباشا يقول برنامج جميل افضل من هوايه مسلسلات عراقيه وخليجيه. احمد الباشا بشرف انت باشا، لازم نصير اصدقاء. احمد ضيفنا على الفيسبوك خلينا نتواصل. محمد الكعبي يقول احمد البشير من باب الشرجي، عود جاي يقلد احمد ما شاء الله نبيه، يعني ايش مدري كان اقلد احمد البشير، يعني اكيد انت هم تعرف انه احمد البشير يقلد باسم يوسف، مو اكيد هم تعرف، لان نبيه تعرف باسم يوسف يقلد جون ستيوارت، وهم لان نبيه تعرف جون ستيوارت يقلد عشرات المقدمين
الامريكان اللي يقدمون هيك نوع من البرامج. خلصت فقره التعليقات، نشوفكم ورا فاصل قصير جدا. العراق بحريه التعبير عن الراي شباب، وحريه الصحافه مضمونه وكفلها الدستور، يعني حريه التعبير مكفوله من الدعاميه للدعاميه، بها شبر بارد من جهه اللي بصف السايق ومحرك وغير خير من الله. طبعا انت ورا هاي الكلمه او هاي الجمله الشهيره اللي يقولها ابو المعرض تعرف انه السياره ماشيه على القماره. واللي ما يصدق انه حريه التعبير مكفوله فهذا برنامجنا، احنا قدامكم يعني بدنا نحكي وبننتقد السلطه براحتنا بدون ما احد يضايقنا، وهاي قناتنا قدامكم تنتقد وتطرح المشاكل بدون أي مضايقة. تلقت قناة آي نيوز مذكرة تبليغ مصدرها الدائرة القانونية في هيئة الإعلام والاتصالات، تضمنت تبليغا بالاستقدام لمديرها العام والمراسلة إسراء خالد. لماذا يتم استدعائي أنا والمدير العام إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد لتدوين أقوالنا؟ شنو التهمة اللي علينا؟ هي قضية تخص النشر. دعوة قضائية على مراسلتنا ومديرنا. هسه مراسلتنا اوكي اسراء عادي، بس مديرنا ترى الراتب بعد له 3 ايام. بعد هذا الحكي اللي حكيناه فوق عن حريه التعبير والصحافه، شنو هذا؟ منو كاتبه؟ مو ثاني ما قدم البرنامج بعد. اوكي؟ يروحون يقيمون دعوه قضائيه علي. هاي بنيه كانت تحكي وياهم جديات وتطرح ملفات فساد وراحوا اعتقلوها. ارجع يا معود. يا معود مو انا الشاقه وياهم وهذا. قضاء. صدق انا ليش خايف؟ مو عندنا قضاء وقضاءنا عادل ومنصف، على شنو خايف؟ خلص قضيه ما دام وصلت للقضاء فاحنا عندنا ثقه تامه بالقضاء مثل ما قالت ادارتنا. لان مرتكبنا جريمه مجرد كنا نمارس دورنا الاعلامي في كشف الحقائق. جميع المواد التي كانت تقدم لمنتسبين افواج الطوارئ والسيطرات وجميع الدوائر الاخرى العائده الى قياده بغداد هي مواد اكسباير ومنتهية الصلاحية. وقف بعيدا عن المشكلة كلها وإن شاء الله تعدي سلامات ومحلولها وهي تقريبا انحلت. سراء ايش لابسة؟ شنو سراء؟ شنو الموضوع؟ ما أدري. سراء الظاهر كانت مستعجلة ومن الإفراج قبل التصوير فجابت اللحاف وياها وحطتها على نفسها لأنه ما تريد تتأخر على اللقاء، والظاهر هي أصلا كانت تدري وراها دعوة واحتمال سجن فجابت اليطغ وياها وصورت بي. ليش ايش تفاحين سراء؟ ترى تخوفين اسراء. شنو خيرج؟ غريبين منتسبين صراحه. المهم انا مصر على انه احنا عندنا حريه تعبير عن الراي وصحافه حقيقيه، والسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد على هذا الموضوع باول مؤتمر صحافي له. سوف تكون الأسرة الصحفية شركاء معنا في هذا المشوار ضمن أجواء التعاون وتقبل التشخيص. ومن تصريح رئيس الوزراء هذا احنا اخذنا الباج الاخضر مع المنطقه الخضراء، وبمختبرنا هذا المتواضع سوينا تحليل شامل تشيك اب على حسابنا عام للسيد رئيس الوزراء. مبدئيا النتيجه الاوليه تقول دولتك شخصيه بشوشه، غامض، نزيه، محبوب. بالصدق جديات محبوب يعني ما ادري انا احسك هيك شخصيتك قريبه على شخصيه الدكتور حيدر العبادي، اثنينكم هيك محبوبين والله، نص الشعب العراقي يحبكم. نبدي بالبشاشه، فدوله رئيس الوزراء دائما مبتسم حتى باتعس الظروف، ياخذ جديات مو لهواقه والله. شخصيته حلوه هيك، تحس شايفه قبل قاعدين سوا مسولفين، صاعد ويا بكيه، دافع لك كروه، جيرانكم بالمنطقه، عمك الصغير. السيد محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعيه ووزير الصناعه والمعادن، رئيس الوزراء العراقي. طويل طويل تعبك يعني مبسوط الرئيس، حلوه ابتسامه الرئيس. فاحترضنا. مبسوط الرئيس. لك الليل والنهار على قولته. حلوه ابتسامه الرئيس. بس هذا هو المحاصص، الاغلبيه انت عاجز انه تنفذه. احنا مو ادعاء السلطه. كثير حساسيه. يا اخي طاقه يعني والله ما ادري، طاقه ايجابيه. حتى المحاصصه حلوه بحقك دولتك، حتى الفساد والمحسوبيه، الحساسيه حلوه والله العظيم. يعني حتى نحن عاجزون هم حلوه، العجز هسه فرحانين بعجزهم. بهالطريقه احنا حنتقبل كل شيء من رئيس الوزراء، حتى اذا يقول احنا راح نفلس راح ننهار انا افرح عادي، طبيعي الموضوع. وهي الطاقه طبعا والبشاشه موجوده بكل لقاءات السيد رئيس الوزراء. شوف يعني هنا هو مع رئيس الجمهوريه، هنا رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه يستقبل رئيس الوزراء، وكالعاده الطاقه ماليه المكان والابتسامه ما تفارقه. باع شلون باع. هاي شنو هاي صار؟ هاي ليش جزت نفسك دولتك؟ معقوله؟ يمكن رئيس الجمهوريه سمعك حكايه ما اعرف. وصح انه رئيس الوزراء السيد السوداني حباب، بس مو على الفاسدين. هم صح الفاسدين من يسمعون رئيس الوزراء حاشي عليهم يفرحون، لان السيد السوداني
عنده هاي عدوى الابتسامه اللي تنتقل بكل مكان، يمكن يطب الجنه يعني من وراء السالفه، لان الابتسامه صدقه، فهو يوميا يمكن يتصدق بمليار على الناس اللي يلاقيهم. المهم السوداني يضحك ويانا، بس ويا الفاسدين لا. اسد غضنفر، اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان السيد السوداني يبتسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم كل الترحيب في أول مؤتمر صحفي للحكومة. الحمد لله ما تغير علينا السيد السوداني ورا المنصب، هي أنا بعده بشوش ومبتسم. السلام عليكم دولة الرئيس. وعليكم السلام. حسين من قناة آي نيوز الفضائية. بسؤالي فيما يتعلق بملفات الفساد التي شهدتها الحكومة السابقة، سرقة القرن ربما هي الأشهر، أيضا ملف تهريب النفط الذي تم الكشف عنه مؤخرا، بالإضافة إلى أموال السلة الغذائية، ملفات عديدة للفساد شهدتها حكومة السيد مصطفى الكاظمي. ما هي طبيعة الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة هذه الملفات؟ أيضا استرداد الأموال، هل هناك نية لتشكيل لجنة لمكافحة الفساد على غرار اللجان السابقة؟ نعم. بس لحظة، منو هذا التافه اللي يسأل هالسؤال؟ هذا هاني. اوكي، سؤال يشطوله يعني ما ادري يشطوله خاطر السؤال هذا يراد له ولاية ثانية للسيد السوداني حتى يجاوب عليه. سؤالي كان أطول من عنوان كتاب السيد الحلبوسي. وعلى ذكر الرئيس الحلبوسي، رئيس ترى قناة الرشيد احنا بالريسيرش لقيناهم منزلك حلقتين ببرنامج الميدان، واحدة حاطي لك بيوتي بوكس والثانية ما حاطي لك اياها. موضوع ثاني، فيديوهات السيد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بعدها موجودة بالقناة مال مجلس الوزراء، ليش مش عليها؟ فقرة فتانة. بالعودة إلى مكافحة الفساد، إذا هذا الملف هو أولوية في حكومة السيد السوداني. الفساد هنا خلينا أولوية. وزارة الصحة هذه رسالة أنه هذا القطاع يمثل أولوية بالنسبة لنا كحكومة. كرة القدم بالنسبة لنا أولوية، وهو ضمن أولويات برنامجنا. دولتك ايش طلعت هاي يعني؟ شو كل أولوية؟ شنو الثانوي بالضبط؟ يمكن السيد السوداني يطب له أبو النفط بالاجتماعات يقول له أنت الأولوية، وإحنا ايش عندنا غير النفط؟ أبو الخبزة يطب له أبو الموارد المائية والزراعة يقول عم أنتم الأولوية، ايش عندنا غيركم؟ الماء والخضراء والوجه الحسن. يجي ورا شويه ابو الماليه يقول عم انت الاولويه، احنا ايش عندنا غيرك؟ ورجال شيعي بغير جيبه. يجي ورا شويه ابو الصحه يقول له طبعا انت الاولويه. هو الانسان شنو؟ غير الستر والعافيه والصحه. كل شيء اولويه، كل شيء اولويه عند حكومه السيد السوداني. بس دقيقه، احنا على شنو متبطرين يعني؟ احنا وين جاينا رئيس وزراء عنده كل شيء اولويه؟ بعيدا عن الاولويات، شنو التحركات اللي بلش بها السيد السوداني من ساعه تسلمه للمنصب الى حد الان؟ أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد. افتتح رئيس الحكومة الاتحادية محمد الشياع السوداني الطريق السريع الرابط بين الدورة واليوسفية. تخفيض سعر صرف الدولار إلى ما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد. البداية من توقيع رئيس مجلس الوزراء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، وهذه المرة في القارة الأوروبية. شروع بتنفيذ حزمة دعم شريحة المتقاعدين التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني. أعلن السوداني أنه حصل على ما يريده العراق طبعا من كميات إضافية من المياه المتدفقة من تركيا. وصل رئيس الوزراء العراقي إلى أربيل. بكل تأكيد جهود السيد محمد الشياع مشكورة. هواية شغلات سواها السوداني، هواية خدمات، بلشت بمشروع الجهد الهندسي الساند لعمليات ترميم البنى التحتية وأكساء الشوارع ومكافحة الفساد واسترداد أموال سرقة القرن. هي صح مو كلها رجع شوية بس يعني بعد يحاول همين. وتنزيل أو إرجاع سعر صرف الدولار إلى سابق عهده. هو صح الدولار اليوم 156 بس دولتك ولا يهمك يعني أنت أهم شيء مرتاح، ابتسامتك أهم شيء موجودة. طور السلة الغذائية، عزز الإعانة الاجتماعية، طور العلاقات الخارجية، رتب الأوراق الداخلية، عزز العلاقات العربية الكردية، فول المتقاعدين الجمهم، حد من تهريب النفط والعملة الأجنبية، أطلق مشروع إعمار العاصمة وطرقها ومجسراتها ضمن حملة تقليل الاختناقات المرورية، سوى تعاقدات واتفاقات استثمارية، دعم البطولة الخليجية. يا معود تعوفني موسى، عوفني بلكي حصل وظيفة مستشار شيء. وبما أنه احنا إعلام أحزاب ومغرض ومدفوع فاحنا راح نعوف كل هاي السوالف ونركز على السلبيات. يابا يقال أنه السيد السوداني عنده علاقة. التصريح الذي أدلى به السيد السوداني
بأن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية أساسي ومهم بالنسبة للعراق، وهذا تصريح باعث للاطمئنان بالنسبة لنا كولايات متحدة للمضي بالعلاقة والتركيز على الأوجه الأخرى. ما سر هذه اللقاءات المكثفة مع رئيس الوزراء العراقي؟ بدأ اتساع العلاقة الأمريكية العراقية وعدد القضايا والمواضيع واتساع علاقتنا. لا 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 ابننا ما عنده هالسوالف. انت خاف شفتي ضحك لك وقلت يعني البومه، ترى هو رئيس الوزراء هيجي، رئيس حكومتنا بشوش يضحك ويا الكل. ثاني شيء انت هم ثقلي شويه، لا تذبين روحك كتل هيجي شويه ثقل. احنا الرجال الشرقيين ما نحب التلح والتشك وكل شويه رايحه جايه تريد تعرف شو يسوي ما يسوي. بس انا حاب انصحك يعني بلاس خارت ديري بالك منها، ترى هاي خطافه رجاله يعني. شوفي باعي هاي شوفي ايش سوت النقيب. اخ هاي شنو سوى؟ هنالك لمسه يد اعتقد. موسى ارجع لي بالفار شوي. اوه لمسه يد واضحه من بلاس خارت. شوف ايه بالضبط. ايه هسه شنو انا ما افهم، احنا ليش ضايجين؟ مو كنا نطالب ونقول يابا دير بالكم على الامريكان، تعاملوا وياهم شوي بسياسه. خو هاي زينه يعني جتي استجابه لمثل هذه الدعوات. المفروض ندعم الحكومه الحاليه وندعم سياسه مسك العصا من المنتصف. ثاني شيء الحكومه بعد بدايه الطريق يعني موازنه ما قاره، شوي اعطوها مجال يعني، صبروا على الرجال. رمضان كريم مشاهدينا الكرام، والله اكرم. ملاحظات في كل رمضان نعيدها. اخوي انت صايم الله، شكو معبس بوجهي، ادري بايك حسناتك، منومك على السحور، ماكل فطورك، لا تحبس اخوي، ترى انت صايم طاعه لله سبحانه وتعالى، فرج اسنانك، لا تطلعنا من المله. حجيه ما وصيك بعد، هلا بالعشره الاواخر لا تخلصيها علينا شوربات وزلايط، لا تذبين جهدك بالعشره الاوائل وتسختين بالعشره الاواخر، تكتيك شويه حجيه السحور وجبه مستقله يعني اكلها يختلف، لا تحمين اكل الفطور وتصبينه بالسحور. ادري اسد انا تسحر تشرب لحم وبعدين يعني انت بكيفك حجيه. اي وبما انه احنا برمضان والاجواء روحانيه وعباده وهيك شيء، فخلينا نشوف لنا شله مؤمنه نقضي وياها الشهر الفضيل، واذا موظفين بالوقف يعني فعالجرح. هاي شنو هاي قحطانه؟ منين نطب؟ وين نفوت؟ منين نطلع قحطانه؟ فهمنا. تعرفون ذولا منو؟ لا والله اخويا ما نعرف من ذولا. هذولا موظفين الوقف السني وبدرجات مهمة، موظفين مو عاديين. متأكد خويا قحطان ذولا موظفين بالوقف، ترى ما عايزين دعاوى قضائية. قحطان ترى احنا برمضان، متأكد ذولا موظفين بالوقف؟ خاف مو هم، خاف غيرهم، خاف مستنسخيهم، فهمونا ملها وقف، نوادي ليلية موظفين بالوقف، شباب وين طابين احنا؟ متأكدين احنا بالوقف؟ يابا خاف غير بنايه، وين طابين احنا؟ زين الاستاذ سعد كمبش منو وليش مكمبش على الوضعيه؟ اكو فندق موجود باربيل اشتروه الوقف السني من اموال الايتام بتوقيع السيد سعد كمبش. تكلفته الحقيقيه هذا الفندق اللي موجود بصاله قمار وبملهى اللي اشتروه الوقف السني الان تكلفته الحقيقيه 19 مليون دولار، اشتروه ب 35 مليون دولار. تحرشات جنسيه وملاهي ولو ندله وين هسه انا بالفتره الاخيره يعني لا تزعل بدي توجهت للصلاه صار لي 3 سنين، لو على ايام زمان اخذك ونروح نسهر يعني الوقف السني اي نعم بعد الوقف مالتنا الوقف وقفنا والملهى ملهتنا وفلوس الله صارت والفلوس الله صارت للعرق وللسكر وان شاء الله ينتقم منهم شر انتقام. اختفاء 200 مليون دينار خصصها الوقف السني لإعمار جامع جبرائيل الأمين، أحيل هذا المسجد إلى مقاول هدم الحمامات واختفى عن الأنظار. شنو هاي الحمامات مرمم بيها 200 مليون؟ شنو هاي الحمامات؟ هي توظيك؟ حمامات اوتوماتيك سمارت الجيل الجديد مال تواليتات، ليش 200 مليون؟ هاي حتى يمكن من تتوضا بها يوم كامل ما ينتقض وضوءك، هاي مو بس تغسل لك جسمك، تغسل ذنوبك ما تقدم وما تاخر، حمامات ب 200 مليون، حتى تغسل عارك، لان ب 200 مليون مسويها، عوفونا من سعد، شوفونا غير رئيس ديوان مو فاسد. سحب يد رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام للوقف رياض أحمد الطايس من الوظيفة لمدة 60 يوما قابلة للتمديد للتحقيق معهما في شبهات فساد.
اي يعني هم متهم بملفات فساد. الحلو شنو؟ انه عبد الغفور السمرائي متهم بملفات فساد وهدر باموال الوقف السني، بس يطلع كل رمضان على قناه ديوان التابعه للوقف السني حتى يعرض برنامج ديني. يا اخي الله يثبتكم، الله يوفقكم. عمي حتى صلاه مريد زين، شوفوا لنا القبور مو تذكرنا بالاخره. مرة يبقون شاهد القبر اللي هاي المرمرة اللي عليها اسم الميت، ومرة يروحون يبقون الشباك هذا الصغير الموجود، ولكن يبقون صورة الميت. والله العظيم هاي عجيبة. زين انت بايق صورته على شنو مثلا؟ عندك طلابة وياه، عندك عتبة وياه، جاي تنصحه، جاي تعاتبه، شنو جاي تاخذ له خير؟ تعلقها بالاستقبال، تاخذها للمصور تقول له اريد مثله، عجبك المرحوم، حبيت تسريحته، تودي له حلقة تقول له مثل قصة المرحوم. قول بقيتها ونزلتها تبيعها بسوق الجمعه، واجى ابنه يشتريها منك، شنو موقفك بساعات؟ لو يسالك ابويا ايش عنده يمك شو تقول له؟ طالعين نفترن غير جو. هذا اللي يسويه اشترى شويه شويه تتطور الشغله من باب وشباك وصوره الميت. جثه الميت همين احتمال استاذ حسام كل شيء يتوقع. عمي حتى المقابر هم مريدها صايره، اللي يطب لها النوب خاف تجي تهمه بايق له صوره ميت. خلينا نشوف شنو شكو بالتلفزيون، اعمال رمضانيه ومسلسلات غيرها. يعني شلون ما راح تطلع العلاقه ونرد لهن بجف كل ضيم. مسلسل اسمه هذا من فضل ربي، ايش عجب هيك الاسم؟ هذا الجزء الثاني شو يسموه؟ يعني ما ادري شو يسموه، ابتعد خطر سريع الاشتعال السلامه اولا. الجزء الثالث شو يسموه يعني؟ يا ذاكر يصلي على النبي. اللطيف انه اكو اعمال نزلت برمضان هذا، واحد اسمه بغداد جديده والثاني اسمه شارع الاميرات، وان شاء الله على الحكي رمضان الجاي اكو مسلسل البياع، مسلسل السيديه، البلديات، حيور. نرضيكم كلكم ان شاء الله، مناطق بغداد تدللون. اعمال رمضانيه حتنزل باسماءكم. طبعا لنا وقفه مع الاعمال الرمضانيه، بس احنا شويه نريد نتابع كم حلقه ناخذ فكره وراها نشاقه وياها. لهنا وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم السبت الجاي مشاهدينا الكرام.